بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض فاهيتا الفراخ، وجبة سهلة وبسيطة وصحية 100%. يلا بينا نعملها مع بعض خطوة بخطوة. أول حاجة على البوتاجاز هحط طاسة وحط فيها معلقتين زيت كبار ذرة، وتقدري تحطي زيت زيتون. الفراخ تكون متقطعة كبير، فراخ بانيه مغسولة كويس قوي ومتقطعة قطع كبيرة. إنها طبعا الفاهيتا غير الشاورما بتبقى القطع باينة فيها كبيرة، والخضار كمان بيكون متقطع فيها كبير. بصي القطع قد ايه. مجرد ما اقلبها تقلبتين طبعا هتكون استوت. الفراخ البانيه بتستوي على طول، اهي استوت. ابدا بقى، انا مش عايزه تنزل منها ميه كتير زي ما انت شايفه كده، عشان كده بقلبها على نار حاميه كتير والزيت مش كتير. انزل بقى بمعلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا مدخنه، معلقه بهارات فراخ لو عندك، او مش عندك براحتك، معلقه ملح. اقلب التوابل معاها. اول ما اقلب التوابل طبعا هشم ريحتها جميله جدا، والبابريكا المدخنه بتديها لون رائع. بصل متقطع يعني وسط، وفلفل الوان احمر واصفر، وده فلفل حامي حسب الرغبه، تقدري تستخدميه بفلفل رومي. مش هحط لها طماطم خالص لان انا مش عايزه لها ميه خالص. تمام كده. اقلبها بقى تقلبتين حلوين كده، وبعدين اغطيها. هتاخد مني بالظبط 5 دقايق الفراخ البانيه، عشان كل ما بتستوي بيتكش. بصي جمالها، استوت وماسكه نفسها قوي. قطعه الفرخه باينه فيها، وكمان الخضار ما دبش بقى اللي هو دب خالص، لا باين، يعني عايزاه يكون بيقرش كده فيها. وطبعا البابريكا مديها لون احمر جميل قوي. ودي وجبة صحية 100%. تقدري تقدميها لو عايزة تقدميها وجبة متكاملة مع رز أبيض بسمتي مسلوق، بتبقى وجبة صحية 100%. وطبق سلطة، شايفة الخضار جميل ازاي ولونه أحمر. وممكن تقدميها ساندوتشات لو عايزة تقدميها عادي. ودي طريقة الفاهيتا بتاعتي، واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا.